رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. النهاردة ان شاء الله جايين مع بعض بروتين اول يوم رمضان. حطي لايك للفيديو لو عجبك، وما تنسيش تشتركي في القناة لو عجبتك. اتمنى منكم ان شاء الله تشجعوني وتنوروني في القناة. اول حاجة النهاردة ده بداية الروتين خالص، ده اول يوم بدأ معاكم من السحور. كنت عامله طعميه زي فاكرين اللي انا عملتها معاكم في التفريزات، يا دوب بس حطيت عليها كزبره وملح وبيكنج باودر، يعني بيكنج باودر مش كتير، معلقه صغنطوطه خالص، وشويه من الكمون. وبعد كده حطيتها في الزيت مع السمسم. اعذروني يا بنات لو صوتي مش احسن حاجه، بس الحقيقه ان انا تعبانه، عندي دور برد، فما كانش ينفع اتاخر في تنزيل الفيديو اكتر من كده. المفروض اصلا ان انا كنت انزله من امبارح، بس يعني ما قدرتش ان انا اسجل امبارح. هنا بقى كانت الطعميه خلاص اتحمرت، طلعتها على ورق مناديل يعني مطبخ. وهنا بقى جيت على الفول، طبعا برضو اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. حطيت ملح وكمون وليمون وكزبره وشويه صغيرين من الشطه، وبعدين رفعته بقى على النار يسخن. بعد بقى هنا جيت عملت قطعت طماطم كده وحطيت عليها، دي كنت بعمل جبنه بطماطم زي ما انتوا شايفين كده، يا دوب بس قطعت طماطمايه وحطيت عليها بقى جبنه وخلاص. كل سنه وانتوا طيبين يا بنات. هنا خلصت الجبنه، جبت الفول بقى بعد ما سخن، حطيت عليه شويه من الزيت وحطيت عليه طحينه، وبس كده كان الفول جاهز معايا. بس هو ليه كذا طريقة، يعني مش طريقة واحدة، ان شاء الله هنزل معاكم طرق تانية الايام الجاية باذن الله. بس كده حطيته في البولة دي، واحط على وشه شوية من الطحينة وشوية كزبرة وخلاص. هنا بقى كان حطيت لانشون في الطبق ده، وبس كده قطعت بقى خضار، يعني خيار وطماطم وفلفل، وكان في جرجير. ده اهم طبق بالنسبة لنا سواء على السحور او على الفطار، طبق السلطة. هنا قطعت فلفل وحطيت بقى شوية من الجرجير وخلاص. وكان كده بنيت السحور بتاعنا جاهز وخلاص. كده خلصت السحور، عملت الشاي وغسلت المواعين وخلاص بقى دخلت نمت. طبعا قبل ما انام كنت صليت الفجر. هنا بقى كنت فاكرين التمر اللي كنت عاملاه معاكم في التجهيزات، طلعت منه بقى شويه كده، ده لما صحيت بقى يعني بعد وقت كبير يعني. ده دخلت المطبخ بقى، غسلت التمر كويس قوي، فبنيت انا بغسله مبدئيا عشان التراب، عشان بيبقى معروض في المحل او كده عند الناس، ف يعني ومكان التخزين برضو، لان التخزين بتاعه، بصوا انا مش عارفة المعلومة دي حقيقة ولا لا، بس هما بيخزنوه بحباية الغلة، فلازم يتغسل كويس. حتى لو مش هيخزنوه بحباية الغلة بيتغسل برضو مكان التراب، مكان العرض في المحل او كده. قطعت بقى بقية الحاجات بتاعة الخشاف، اللي هو التين والقراصية والمشمش. الحقيقة انا مش بسيب القراصية يعني بالبذرة بتاعتها كده، ما بحبش اسيبها كده. وبعدين حطيت عليه بقى مية سخنة، معلقة واحدة بس سكر، لان كل الحاجات دي بتنزل السكر بتاعها، فما بكترش السكر عشان ما يبقاش مسكر زيادة عن اللزوم.
بس كده. وهركنه بقى على جنب كده يهدى شوية وبعدين ندخله التلاجة. هنا بقى بصوا بقى التجهيزات اللي احنا جهزناها قبل رمضان، بصوا ريحتني ازاي، وفرت عليا وقت ومجهود قد ايه. دي يا بنات كانت تسبيكة المحشي اللي احنا كنا عاملينها برضو في التفريزات مع بعض. حطيتها على البوتاجاز يعني تفك. وكان عندي هنا الحلة التانية دي كان فيها مية مغلية، حطيت فيها يعني مية بتغلي، حطيت فيها معلقة ملح وشوية كمون. وجبت هنا ده الكرنب برضو اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض، نزلته بقى في المية. بصي عشان الكرنب ما يجلدش معاكي بالذات المفرز، لازم يطلع من الفريزر يتحط في مية سخنة لازم، او يتسلق. احنا اصلا لو انتوا فاكرين كنا مفرزينه عارفين اللي هو يدوب بس طرينا الورقة مش اكتر، كان لسه بيقرش معانا كده واحنا بنقطعه. فلازم يطلع يتحط اصلا في ميه مغليه علشان ما يجلدش معانا، يعني يبقى الرز استوى والكرنب لا لسه ما استويش. لازم يبقى سخن واحنا بنلفه. حطيته بقى يكمل سواه على البوتاجاز. وهنا بقى كنت حطيت طبعا احنا لما عملنا التسبيكه ما كناش حاطين التوابل بتاعه المحشي، حطيت بقى التوابل ملح وفلفل وبابريكا وكمون وشويه سكر صغنطتين عشان الحموضه. وكمان كان عندي خضره فزودت خضره لان انا بحب خضره المحشي يعني زياده شويه، زودت شويه خضره. وحطيت كمان معاهم يعني ورقتين نعناع كده قطعتهم وحطيتهم معاهم. وبعدين جبت الرز بقى مغسول ومتصفي كويس قوي وشوحته مع التسبيكه. هنا بقى كان خلاص الكرنب يعني دخل في السوا، طلعته بس كده خلاص. هاجي هنا بقى عند التسبيكه، بصوا هبتدي بقى ان انا اقلبها كويس قوي مع الرز. هنا بقى جيت تحت الحله اللي هعمل فيها الكرنب، فرشت تحتها بقى جزر وبطاطس وفلفل وطماطم. عايزه تحطي بصل حطي، بيديله طعم حلو قوي. بس كده خلاص. جبت هنا حله تانية سخنتها كويس قوي، وبعدين نزلت عليها بقى بالبط ده، هي دي نص بطايه برضو بعد ما يعني اخدت الصدمه من الناحيتين. انا ما بحطش اي ماده دهنيه، بسيبها هي بتنزل الدهون بتاعتها. نزلت عليها بصل وطماطم وجزر، وحطيت بقى التوابل ورق لورا وحبهان وفلفل اسمر وكزبره وكمون وبابريكا. بس انتوا هتلاقوني مدخله البابريكا المدخنه دي في كل الاكل، الحقيقه انا بحبها وبتدي لون حلو قوي للاكل وطعمها حلو اصلا. هنا جيت اكمل بقى الفرش اللي هو تحت المحشي. زي ما انتم شايفين كده قطعت زي ما قلت لكم فلفل وبصل وطماطم وجزر. وهنا نزلت بقى بعد ما اتشوحت كويس قوي، نزلت عليها بالميه عشان الشوربه. هغطي عليها وخلاص كده، هسيبها بقى تستوي مع نفسها قبل ما الف المحشي. هنا بقى المحشي لفيته. بس انا كنت عامله اصلا مش كتير لان احنا بالظبط 2، وفي نفس الوقت ولادي اصلا مش بياكلوا، ولادي صغيرين ومش بياكلوا المحشي، فبعمل لهم بقى رز تاني عادي يعني. فهنا انا كنت لفيت المحشي. بصوا انا اصلا يعني ما فضلتش واقفه الف، وانا لفيت معاكم كام صباع كده على الرخامه وبعدين رحت قعدت بقى على الارض، قعدت لفيت لحد ما خلصت الحله كلها. وخلاص هنا بقى الحله كانت خلاص خلصت زي ما انتم شايفين كده، لفيته كله. وهحط عليه برضو يعني كام فلفلايه وكام بتنجانيه كده وخلاص معاه برضو في نفس الحله، يعني مش مستاهلين يتحطوا في مكان تاني لوحده. كان باقي معايا خلطه فقلت استغل الخلطه يعني بدل ما اسبق الفطار. بس هنا كانت خلاص الشوربه. اخدت بقى شويه شوربه كده في يعني في حاجه استلس عندي كده عشان اعمل يعني اسقي المحشي. الكلام ده كان خلاص بعد العصر.
حطيت عليها صلصة وحطيت عليها قرفة وحطيت عليها شوية من الملح وشوية كمون، بهرتها يعني. وجيت هنا بقى علشان اسقي المحشي بقى. بصوا احنا ما بنحطش الشوربة تغطي المحشي، لا، لحد اول يعني عارفين الصف الاول ده ما بتوصلوش الشوربة، اللي هو نصه بس كده، الشوربة بتبقى لحد نص الصباع او تحته او الصف الاول اللي تحته زي ما انتم شايفين كده. وبنهز طبعا الحلة، كل ما احنا ما بنحط الشوربة بنفضل نهز في الحلة علشان الشوربة تنزل تحت، ما يبقاش حتة مستوية وحتة مش مستوية. هنا كنت محتاجة تقريبا شوربة، كنت جبت تاني شوربة حطيتها بقى، زودت بس كده خلاص. كان اخد بقى خلاص الشوربة اللي هو محتاجها. بصوا لو لاحظتوا ان انا مش يعني الصف الاول معلهوش اصلا شوربة. الطريقة دي يا بنات هتطلع المحشي مستوي كويس. تاني حاجة هتلاقوه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، الصباع نازل بصباعه كده، ولا معجن ولا يعني ماسك في بعض ولا الكلام ده كله. هنا كنت ايه ده الشوربة برضو بتاعت المحشي. مش عارفة المقطع ده اتعاد تاني ليه، بس هو ده الشوربة بتاعت المحشي والمحشي واحنا بنسقيه. سامحوني بقى عشان ده اتعاد تاني في المونتاج وانا ما اخدتش بالي. بس كده كنت خلصتها، هرفعها بقى على البوتاجاز وخلاص كده. طبعا بنفضل حاطينه على نار عالية لحد ما يقول بقى ايه، تلاقيه اتشرب كده وريحته ملت الدنيا كلها. بنهدي النار لوسط لحد ما يتشرب ميته خالص، وبعدين كده او الشوربة خالص، وبعد كده بنهدي النار زي الشمع. هنا كان عندي سوداني وجوز هند وزبيب، حطيت من كل حاجة كده معلقتين وقلبتهم على بعض. وهنا جبت بقى كان عندي قطايف، قلت بقى احشيها، استغل الوقت بقى البط على البوتاجاز هو المحشي، استغل لان انا بصراحة بعد الفطار ما بحبش ادخل المطبخ بقى، يعني اللي هو خلاص انا خلصت. الا بقى بدخل طبعا اشطب المطبخ واغسل المواعين، بس مش بخش اعمل حاجة يعني، الا المشروبات يعني بخش بقى احط حلويات مشروبات كده. هنا بقى حشيت كل الكمية بتاعة القطايف دي. طبعا زي ما قلت لكم انا مش هفضل واقفة طول الوقت انا بس عملت كده كام واحدة معاكم، وبعدين رحت بقى قعدت على الارض برضو كملتها لحد ما خلصت الكمية كلها. خلصتها بقى وقسمتها يعني، حطيت شوية عينتهم في الفريزر، والباقيين دول طبعا احنا لو هنعمل قطايف في الفريزر لازم تكون محشية عشان ما تجلدش. الباقيين دول انا هحمرهم. هنا جبت مجين من السكر، حطيت عليهم مجين وهرفعهم على النار. اول ما هيغلوا هحط عليهم نص ليمونة وباكت فانيليا. ده الشربات بتاعنا. بس كده شربات الكنافة والقطايف يا بنات ما بيبقاش تقيل قوي ولا خفيف قوي. هنا كان عندي برضو كنافة كنت حطاها في الفريزر عشان يعني تجمد وهعرف ان انا افككها من بعضها او فرفتها. جبتها بقى هنا حطيتها في الكبة وحطيت عليها شوية سكر، وهقلبها بقى يعني مش هقلبها، هطحنها بقى في الكبة. عايزة تعمليها بايدك يعني تفركيها كده بايدك مع السكر هتتفرفت معاكي. وطبعا انت لو حطها في الفريزر من قبلها بتديكي نتيجة احسن. جبت هنا الكمية اللي انا عملتها، قمت حاطه عليها شوية سمنة سايحين كده وقلبتهم كويس قوي عشان السمنة تدخل في كل حتة في الكنافة. جبت بقى الصينية بتاعة الكب كيك دي يا بنات، دهنتها الاول بالسمنة برضو. بس من بعيد شوية. ايوه زي ما شايفين كده. وهبتدي بقى ان انا اعبي في كل يعني واحدة من دي معلقة كنافة اللي احنا طبعا طحنينها مع السكر وحطينا عليها السمنة. فهبتدي ان انا اعبي كل القوالب دي في كل واحدة معلقة. شوفوا دلوقتي احنا هنحشيها حشوة مختلفة تماما، وهتطلع وهنقدمها برضو بشكل شيك جدا. هتشوفوها دلوقتي هتنفع معاكي في العزومات وهتبقى شكلها شيك قوي وحلوة قوي وطعمها تحفة. كنافة طبعا احنا يعني بنخترع فيها كذا اختراع. عارفين انتوا ايد الهون؟
الحقيقه ان انا دي عندي، بس انا ما استخدمتهاش ولا مره للثوم. انا اصلا من الناس اللي بفرز الثوم في الفريزر من السنه للسنه وبعمله بالكبه، وان شاء الله هعمله معاكم السنه دي وهتشوفوه. فانا دي اصلا عندي انا سايباها للحاجات اللي زي دي كده، ما استخدمتهاش ولا كان مكانها توم ولا اي حاجه. اعذروني يا بنات على صوتي، بس زي ما قلت لكم ان انا عندي دور برد شديد جدا، ادعوا بقى ان ربنا يشفيني. هنا بقى جبت النوتيلا، هي مش نوتيلا هي ماكستيلا، حطيت بقى معلقه زغنطوطه خالص كده في النص، يعني حاولي ما تحطهاش على الاطراف عشان ما تتحرقش، في النص بس كده. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، حطيت حبيت بقى كل اللي هم الكبس اللي معايا دول، حطيت في كل واحده معلقه زغنطوطه خالص كده نوتيلا او ماكستيلا، وهنحط عليها كمان موز، شريحه كده من الموز وخلاص. جربوها يا بنات، طعمها كان حلو جدا، هتعجبكم ان شاء الله. وتنويع يعني وتجديد بقى عن الكنافه العاديه وتغيير فيها. هنا بقى جبت بقيه الكنافه اللي بقيت معايا، كملت بقى يعني غطيتها بقى، حاولت ان انا اغطيها. حطيت برضو يعني ايه في كل واحده معلقه او اقل شويه. بس كملتها كده، جيت بقى سويتها بقى بايدي يا بنات، ما بضغطش جامد قوي، بس بحاول ان انا اسويها على قد ما اقدر عشان تكون متساويه معايا، لان لو ضغطت جامد قوي ههرس طبعا الموز يعني. فانا بس سويتها كده. بعد كده جبت بقى منديل مطبخ، بدأت انضف كل الزيادات بقى اللي طلعت، سواء كنافة او النوتيلا او كده، ودخلتها الفرن. البداية الفرن بيتولع من تحت بس لحد ما الاقي الطروف بتاعتها احمرت، بطفي من تحت واولع الشواية. جبت هنا بقى طاسة كده، حطيت فيها زيت ونزلت بقى بالقطايف بتاعتي، طبعا كنت بجمد عليها بقى قبل ما احطها في الزيت. لما بتحمر من جنب بقلبها خلاص كده، يعني متاخدش وقت اصلا على البوتاجاز خالص. جبت بقى طبق وحطيت فيه منديل مطبخ وطلعت عليها القطايف عشان يشرب الزيت كله. القطايف يا بنات والكنافه الشربات بتاعهم ولا سخن قوي اللي هو لسه نازل بيغلي من على البوتاجاز، ولا بارد قوي اللي هو ساقع، يعني بيبقى وسط كده دافي بحرارة المطبخ، هتاخدي نتيجة كويسة قوي. يعني القطايف هنا جبت مصفى وتحتها طبق، حطيت القطايف وبعد كده طلعتها، سبتها يعني دقيقة ولا حاجة وبعد كده طلعتها. بصوا لما يبقى الشربات دافي بس كده اللي هو فاتر، بيديكي القطايف مبدئيا فيها سنة قرمشة وفي نفس الوقت طرية، بتبقى حلوة قوي زي بتاعة المحلات بالظبط. كنافة طبعا الشربات بتاعها بيبقى دافي ولا ساقع ولا بارد، وبعد ما دي لو انت عايزة الكنافة طرية بس. سقيت بقى كل الوحدات بتاعة الكنافة دي بالشربات بتاع الشربات اللي احنا عملناه مع بعض دلوقتي، وهغطي عليها عشان تفضل طرية زي ما هي. بس كده ركنتهم بقى على جنب. جيت هنا، كل الكلام ده يا بنات كان قبل الفطار. جيت هنا بقى عملت السلطة، قطعت بقى خيار وطماطم وفلفل وجزر، بشرت جزر وخضرة اللي هي شبت وبقدونس وجرجير برضو. زي ما قلت لكم احنا طبق السلطة ده اساسي عندنا، سواء فطار سحور حتى قبل رمضان برضو، في اي وجبة طبق السلطة ده من الاساسيات عندنا بصراحة، ومفيد جدا طبعا يعني. بصوا يعني احنا حرفيا في رمضان حاسة ان احنا محتاجين 24 ساعة فوق 24 ساعة. مين حاسس بكده يا بنات؟ يعني ربنا يعيننا كلنا يا رب.
سواء شغل بيت او طاعات او العبادة نفسها فعلا. خصوصا الامهات يعني اللي ولادهم في دراسة دلوقتي، طبعا احنا لسه الدراسة شغالة، فاحنا ربنا معانا بقى. هنا جبت طحينة، حطيت عليها شوية من الخل، شوية ملح، شوية كزبرة، برضو نفس الحاجات حطيتها، بابريكا حطيتها على السلطة برضو، وعصرت ليمون على الاتنين، وخلاص كده تبلت الاتنين يعني في نفس الوقت. بس هنا قلبت طحينة لحد ما لقيتها بقى ايه يعني تماسكت كده معايا، وبعدين قمت فكاها بقى بالميه، وخلاص كده خلصت. انا ما بحطش عليها توم، احنا مش بنحب فيها توم، ساعات بحط توم باودر وخلاص بتبقى طعمها حلو بيه. لو انتوا بتحبوا التوم حطي عليها توم. هنا بقى يا بنات انا خلاص خلصتها. حطيتها بقى في الطبق بتاع التقديم، وهنا السلطه بقى قلبتها كويس قوي. بس كده وهحطها بقى في طبق التقديم. كنا الكلام ده بقى قبل الفطور يعني بنص ساعة كده مثلا. هنا كان خلاص بقى المغرب أذن. جبت هنا الخشاف غرفته، يعني صبيته في البولات اللي انتوا شايفينها دي. جربوا بالطريقة دي يا بنات هيعجبكم قوي. هي الطريقة مش جديدة ولا حاجة، مش افتكاسة يعني، بس غرفته خلاص ساعة الأذان. وهنا بقى جيت كان البط خلاص اتحمر هناك اهو، وحطيت مخلل والطحينة والسلطة والشوربة، بولات الشوربة هناك هي هغرفها. وهنا المحشي طلعت بقى الفلفل والبتنجان كده على جنب لحد ما نغرف الكرنب. طبعا بنهز الحلة بقى كويس قوي كده وننزلها. بصوا هتلاقوه دلوقتي نازل واحدة بواحدتها، مش معجن مفهوش اي حاجة. وبصوا البصل بقى لا مش البصل، البطاطس اللي تحت المحشي دي طعمها رهيب، انا بحبها جدا. جربوها هتعجبكم قوي يا بنات. كمل حطيت بقى البتنجان والفلفل على طرف الطبق كده وخلاص. طبعا انا ما كترتش اصلا لان احنا مش عيله كبيره، وبرده يا بنات احنا في صيام، الاكل مش بيتاكل وبيترمى حرام. هنا بقى بعد الفطار قمت جري بقى، جري بقى كلنا دحرنا كلنا بقى. قمت جري على المواعين، جبت كده سبونجة الازاز دي والكوبايات، غسلت بصوا انا طول اصلا ما انا كنت في بعمل الاكل كنت عماله اغسل المواعين اللي بتطلع معايا عشان اسهل على نفسي بعد الفطار، ما يبقاش عندي مواعين كتير. فطول ما انا بعمل الاكل عملت حاجه، استخدمت بلانشه، استخدمت سكينه، استخدمت اي حاجه، بقيت اغسلها واحطها تتصفى. سهلت على نفسي بقى وقفت بعد الفطار، لان احنا طبعا بعد الفطار الوقت ضيق جدا عشان صلاه التراويح فعايزه اشطب المطبخ اصلا قبل ما انزل. فيدوب بس كان عندي الاطباق اللي احنا كنا بناكل فيها وخلاص، كانش عندي مواعين كتير الحقيقه. بس كده غسلت بقى كل المواعين وخلصتها. هنا بقى البوتاجاز بقى، جيت على البوتاجاز اديته بقى الشاور كده محترم، غسلته كويس اوي. وبعد كده بقى خلاص نشفته بقى بالصابون ده كله، لميته بفوطه كده. وهلمعه بقى بفوطه تانية ناشفه وخلاص كده. رجعت بقى الحوامل تاني مكانها وخلاص كده. انا المطبخ يا بنات بعد ما خلصت وشطبته خلاص وغسلت الفوق نشفتهم زي ما انتم شايفين فوق كده، وخلاص لبست بقى وخلاص جهزت انا وولادي ونزلنا بقى المسجد لصلاة التراويح. خلصنا الصلاة وطلعنا البيت بقى. هنا بقى الكنافة اللي كنا عاملينها مع بعض جهزتها بقى. عارفين انتوا ورق الكب كيك؟ جبتهم بقى حطيتهم كده كل واحدة في ورقة الكب كيك، طلعتهم كده زي ما انتم شايفين. بتطلع بسهولة اصلا مش صعبة ولا حاجة. النوتيلا كانت سايحة جواها وطعم، والموز مديها طعم تحفة. انت حطيتهم بقى في الشيالة دي زي ما انتم شايفين كده في ورق الكب كيك، وقمت رصة بقى القطايف فوق كده.
اصبري بابا جاي بس باينه محدش هياكل شطه. وانت جاي يعني وانت جاي يعني يا بنتي بتحركي الخيار. لازم اوقع طبعا. ورشيت بقى شويه من جوز الهند كده على القطايف. وهنا جبت يعني كان عندنا لب بقى وتسالي وكده، حطيتهم في الطبق ده. بس كده وكده يومنا يبقى خلص. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.